استنى بس قبل ما نبدأ، عمرك سألت نفسك ازاي البنزين اللي بتمول بيه عربيتك كان زمان مدفون تحت الأرض من ملايين السنين؟ وازاي مادة سودة زي النفط ممكن تخلي دول تبقى غنية جدا أو تدخل في حروب؟ النهاردة هنتكلم عن حاجة بتتحكم في العالم حرفيا، النفط أو زي ما بيسموه الذهب الأسود. ازاي بيتكون النفط؟ ببساطة من ملايين السنين كان في كائنات بحرية صغيرة جدا بتموت وتندفن تحت الأرض، ومع الضغط والحرارة على مدار وقت طويل اتحولت للي احنا بنسميه النهاردة النفط. يعني اللي بتحطه في عربيتك ده ممكن يكون اصله كائنات عاشت من 100 مليون سنة. طيب بيطلعوه ازاي؟ بيحفروا ابار عميقة جدا في الارض او تحت البحر، واحيانا العمق بيوصل لاكتر من 3000 متر. تكلفة بقى تختلف من دولة لتانية. في دول زي السعودية تكلفة البرميل ممكن تبقى من 3 ل 10 دولار بس، لكن في دول تانية أو في استخراج من البحر ممكن توصل ل 40 أو 50 دولار البرميل، وده فرق ضخم جدا. طب ليه النفط مهم أصلا؟ ببساطة العالم كله شغال عليه، البنزين والسولار، الطيارات، المصانع، البلاستيك، حتى بعض الأدوية. يعني من غير النفط الحياة اللي احنا عايشينها دي هتتغير تماما. تعال بقى للأرقام. في دول زي السعودية النفط بيمثل حوالي 70% من دخل الدولة، وفي دول تانية زي العراق والكويت بيعتمدوا عليه بشكل أساسي جدا. وفي سنة واحدة بس ممكن دولة نفطية تكسب مئات المليارات من الدولارات. مثال، السعودية وصلت إيراداتها النفطية في بعض السنوات لأكتر من 300 مليار دولار. طب هل الموضوع كله فلوس بس؟ لا، ده كمان حروب. كتير من الصراعات في العالم كان النفط سبب رئيسي فيها، زي حرب الخليج سنة 1990 لما العراق دخل الكويت. غزو العراق 2003 ليه؟ عشان ببساطة اللي يسيطر على النفط بيبقى عنده قوة ضخمة في العالم. في دول اقتصادها كله قايم على النفط، يعني لو سعره نزل الاقتصاد كله بيتأثر. عشان كده بتلاقي الدول دي بتتابع سعر النفط يوم بيوم، واي تغير بسيط ممكن يعمل ازمه كبيره. فالنفط مش مجرد بنزين، ده حاجه بتحدد اقتصاد دول، بتشعل حروب، وبتحرك العالم كله. بس السؤال بقى، هل هيجي اليوم ونستغنى عنه ولا هنفضل معتمدين عليه؟ قول لي رايك في الكومنتات، متنساش اللايك والاشتراك عشان الفيديوهات زي دي كتيره، ومتنساش تاخد لك لفه كمان في القناه، ان شاء الله هتعجبك. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.